انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكراها خزنه؟ دي حيالله تلاجه معفنه، خايفه الحراميه يسرقوها؟ انا عايزه اسال سؤال. انا اقفل التلاجه بالقفل، اقلبها تلاجه كازوزه؟ انت مالكيش فيه، ما تستبحي ولا صبحه جل. انا كم مره قلت لك تتكلمي بطريقه ارقى من كده. بعدين انا مش بقول لك كده علشاني، انا بقول لك عشان خالتك المسكينه بتقعد طول اليوم جعانه وبعدين تقعد تصوت وتلم علينا الناس وتفضحنا. برضك مالكيش فيه، خالتي انا وهتفضحنا انا. انت بس بطلت تحشري مناخيرك في كل حاجه. لا مش خالتك انت لوحدك، خالتي انا كمان قدام الناس يعني. ايه خالتك ده مين؟ اروح خالتك انت هتمسحي فينا ولا ايه؟ ده انت حاله مستاجره عندنا اوضه مفروش. وبعدين بقول لك ايه، احنا كده عندنا نظام. انا عامله لها البطاطس المهروسه بالبيض بتاعتها وشايلاها لها في قلب النمليه، هي منين ما بتجوع بتروح تاكل من النمليه من ايام امي الله يرحمها واحنا على كده. نمليه ايه وقرف ايه؟ هو في حد اصلا ياكل من حاجه اسمها نمليه؟ ما تتبطي بقى على الصبح، خلينا انزل اشوف اكل عيشي. مش قلنا كفايه وشك الحلو قدمك السعد؟ يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده بسبب البلطجيه والعشوائيه اللي انت عايشه فيها. يا هتعمل لي فيها ملامس الحديد على الصبح، انا ناقصه. عايزه بطاطس والنمليه. انت يا بني ادمه يا مجنونه بتقفلي الباب عليا وبتحبسيني ليه؟ سندس لو خرجت بتوه ما بنلاقيهاش. هتخرج ازاي بس وانا موجوده؟ انت مخك ربنا خلقهولك ليه؟ مش بتفكري؟ بطلي غلب احسن، اقسم بالله ارجع ظروفك دماغ تكتبي بقيه اليوم. بقول لك ايه، انا بعمل لك نسخه وابعتها لك، بس بيسك عليها، اوعي تغفلي عنها احسن تفتح وتخرج. وبيخلي بالك من المفتاح، اوعي تضيعيه، حطيه في صدرك. حطيه في صدرك؟ ايه الالفاظ المعفنه دي؟ يا بنت انت يا اللي ماشيه حلوه. حاضر يا سون. نعم. انت بيضه كده ليه يا اختي؟ ميرسي، متشكره قوي يا سون. انا جعانه. طب اعمل لك ايه؟ عايزه اكل. ما بعرفش اعمل اكل. لا بطاطس بالزيت. وهي فين البطاطس بالزيت؟ في النمليه. والنمليه دي فين؟ النمليه في السرير. هو انا يا بنتي بدل ما حد يتكلم معاكي. اقعدي يا حاجه انتصار، محدش هيتكلم. اقعدي، انتي تعبانه، ده انتي كنتي هتقعي من طولك، وبعدين ضغطك واطي قوي. ربنا يكرمك يا هاجر يا بنت حواء ويقعدهولك. والله يا بنتي كانوا احسن الناس. هي بس نجوى طالعه لابوها طول عمرها هتبيع اي حاجه عشان خاطر الفلوس. معلش يا حاجه، ما هي بنتك برضه. ايوه يا اختي، بس ربنا ما يرضاش بالظلم، وهي سبب المرمطه اللي انا فيها دي. انا مش زعلانه منها، انا زعلانه عليها. صحيح احنا طول عمرنا فقراء، بس عايشين بشرفنا. لازمتها ايه الفلوس دي اللي تخليك تبيعي امك وابوك واخواتك ودنيتك وشرفك؟ ابو هاجر، الحقيقه ابراهيم عايز يمشي. يمشي ازاي؟ انا عارف. امشي قدامي. عايزه اوصلها خالص يا كوري، احسن خايفه تلقط حاجه من المدرسه، وخصوصا ان بقالي يومين مش مرتاحه. يا نصيبتي لقيتي ايه، امله ولا زباله؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا مفليها امبارح بس للامان. خضتيني خليتيني اهرش. ماشي. مالك يا بنت مكلضمه كده ليه؟ انت مش عايزه تقص شعرك؟ لا مش عاوز. البنت مقهوره على شعرها وانت عايزه تقصلها احتياطي؟ قومي يا بنت مفيش قص. هو ايه جرى يا كوريا، مش عايزه تشتغلي ولا ايه؟ يا اختي عايزه اشتغل، انا اكون قاعده في المحل بعمل ايه؟ باخد حمام سمس، لكن برضه كده بشتغل غصب عن الزباين. بقول لك ايه، تعالي اقعدي انت اعملوا لك بلح. لا خلولك يا اختي البلح بلح ده. يا اختي النسوان دي ماله البلح؟ هو وحش البلح؟ مساء الفل يا استا كوريا. خير يا طاو، جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازله طحني يا كوريا فينا وليل نهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اخت بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه وماسكهولي الزله. شوف يا طاعو، الرغي هنا في المحل اللي الحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا نصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقتي، بدل ما وتربة امي مش هقول لك استنى اما يخرج هيما، انا اللي هفرج عليك امة لا اله الا الله وقتي. خلاص شطفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيما خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيما. بس انا بحب هيما، ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني، ده انا ساعتها يجيني طاعون على حق. يلا يا رجاله، لحسن حاسس ان الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقول لك يا دكتور، الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده. انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف،
ونزفت دم كتير قوي. مش مهم، خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا، انا هروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام، ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج. احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، ايديه تتلف في حرير، هبقى ابعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ وبيزعل ليه؟ وبيزعل؟ ابله يا ابله، حلقت لك كمان؟ بقول لك ايه، انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور ونقعد هنا قد سنه او سنتين. اخرس انت، خرجني من هنا سوكا. سوكا خرجني من هنا. عايز احكي لك حكايه لواحد صاحبي اسمه صبحي. ياما كنت في الوراق، كنا زملاء في الجامعه. كان صبحي دوت ما عندوش غير قميص وبنطلون واحد بيحضر بيهم كل يوم. بعد ما بيخلص الجامعه بينزل على الشارع بيدور على الفلوس باي شكل، يشتغل اي حاجه، يبيع مناديل، يغسل عربيات، يبيع فل، اي حاجه، المهم يجيب فلوس. وفي يوم راح لراجل صاحب محل كشري، قعد يتحايل عليه عشان يشغله عنده. الراجل صعب عليه وقام مشغل صبحي. صبحي اشتغل يغسل صحون وحاجات زي كده. الراجل حبه وابتدى يرقيه شويه بشويه لغايه ما قعده على الكيس، اللي هو الكاشير يعني بلغتنا دي. مش صبحي بقى يحمد ربنا، لا، صبحي طمع صبحي، وابتدى يفكر ازاي يشارك الراجل في ماله. ابتدى يلعب على الراجل حس. تخيل انت الراجل يعمل ايه؟ ها؟ ولا حاجه. ليه؟ عشان الراجل طيب. قام طرده اسبوع والتاني، وصبحي خلص القرشين ونزل تاني الشارع يشيل شنط ويغسل عربيات ويبيع مناديل وفل لغاية ما تعب. قام راجع للراجل تاني وباس ايديه قبل رجليه. ولا بوس ايدك، ابدأ معاك من الأول، إن شاء الله اغسل صحون. الراجل قال له خلاص. قال له ايه بقى؟ خلاص. قال له ادخل يا صبحي، خد دش وغير هدومك وخش المطبخ استلم شغلك. مستنيه ايه؟ ادخلي خدي دش وغيري هدومك وخش اوضه النوم استلمي شغلك. يلا ايه؟ وقفتي ليه؟ يلا حبيبي، يلا ماما. يلا اهو الاكل اهو، كولي. اكليني انت بطاطس بالزيت اهي. اكلك انا؟ اه هاتي. قلت كتير. حاضر حاضر، اتفضلي. الله الاكل حلو قوي من ايدك. ده كوريا سايبهولك. لا انت اللي عاملاه. خلاص زي ما تحبي، انا اللي عاملاه، المهم عجبك؟ الله بالهنا والشفا. سعد بيحب البيض. سعد مين؟ ابني. طب قومي اعملي له بيض. انا اخلص اكل بس واقوم اعمل له بيض. اتفضلي. وهننزل نخرج نروح فين بس؟ نجيب حلاوه. مش هينفع نخرج، انا هحط لك حاجه تتفرجي عليها في التلفزيون وادخل انا انام. تلفزيون لا تنامي لا. اخرج مش برا. هينفع نخرج يا سندس. لا ينفع ماليش دعوه. طب بتعيطي ليه بس؟ عايز اخرج. طب اجيب حلاوه بالسوداني. يا ربي. طيب خلاص تعالي ما تعيطيش، تعالي خلاص. هخرجك وامري لله. فابو الريش، عارف مصمت حبايب السيده؟ انا بقى في الحاره اللي في ظهره عدل. شيلاه يا ام هاشم،
وشارع زين العابدين، ده المنطقه دي انا قايسها كلها. بقول لك ايه، تعرفي زيكا بصبع؟ ده كان صاحب حاتم اخويا الله يرحمه. هو انت كان ليكي اخ اسمه حاتم الله يرحمه؟ حاتم الايطالي، انت ما تعرفوش؟ الايطالي؟ الايطالي الصدق الاسم ده مش غريب عليا. طب وانت ليكي اخوات تاني يعني غير الايطالي؟ عندي اخويا فواز الكبير، ده بقى اللي بيقطع التذاكر في مستشفى ابو الريش. بس قول لي يعني، هو انت ما بتعملش حاجه تانية غير موضوع الغنى ده؟ لا مطرب. ايوه يعني غير الغنى والطرب مفيش شغلانه تانية؟ انت طيبه على نياتك. هو في مطرب في مصر ما بيكسبش؟ انا لو ربنا كرمني والفلوس جريت في ايديا كده مش هقول لك، لازم انا اخلي منطقتي دي بطن البحر احسن منطقه فيها مصر. بقره؟ دي بقول لك ايه في ايه؟ دي منطقتي، يعني لا الزمالك ولا المعادي ولا شبرا، بقول لك منطقتي بطن البقر. المهم طاني شريف بقى هسميه ايه؟ بطن البقره يا امي. اشمعنى يعني تاني شريط؟ ما اول شريط لازم ينزل باسم امي، كلمات امي، الحان امي، توزيع امي، حتى الصوره بتاعت الشريط هينزل عليها صوره امي. ما انت ما تعرفيش امي دي، امي دي هتعرفيها. يا ولا انت وهو العب بعيد، والله لو الكره دي جت ناحيتي لقطعها لكم نساير على دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا جاتكوا القرف. السلام والرحمه يا خالتي ام سوكه، عامله ايه؟ اقعدي يا اختي. عامله كويس الحمد لله. عملت حله رز بلبن، قلت لازم انا ادوقك منها. حطالك بقى ايه؟ زبيب وجوز الهند وزبادي يستاهل بقك. تعبه نفسك ليه يا بنتي يا نوال؟ تعبك راحه يا خالتي. والله وحشتني القعده معاكي والنم على اللي رايحه واللي جايه. عايزه تنمي على مين يا بنتي؟ على كوريا؟ كوريا دي مين؟ قديمه؟ كوريا دلوقتي بقت قديمه يا اختي. امال عاوزه مين الجديده يا روح؟ جمالات؟ اسم الله عليك، اسم الله يا اختي. عاوزاني انم معاكي على جمالات بطبق رز بلبن؟ لا يا حبيبتي، مش اقل من صينيه بسبوسه بالقشطه وعين الجمل يا روحي. والله ما يغلو عليكي يا ام سوكه، ده انت حبيبتي، ده انت الغاليه. بس بجد والله العظيم البت صعبت عليا. ما يصعبش عليكي غاليه يا اختي. مالها؟ مترمله يا عيني. البت صغيره وزي القمر بس مترمله. جوزوها راجل من الخلايجه كبير في السن ومقرش ومعاه فلوس، بس يا عيني اتفرهد منها ومات. ولاده بقى راحوا واخدينها وقالوا لها يلا يا اختي امك في العش ولا طارت. طردوها طردة الكلاب ورجعت يا قلب امها ايد ورا وايد قدام. وما خلفتش؟ لا ما خلفتش. هي لو كانت خلفت كانوا طردوها طردة الكلاب كده هوت. طب ومالها يا اختي؟ من ساعه ما طلعت يعني لا حس ولا خبر. الله، لا تكون مستكبره وشايفه نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنه. يا اختي انا ما اعرفش، انا لا احب حد يقولني ولا يعودني، بس يا بنتي البت ده اهي سهناي. والله سهنه كده هوت، وتحس انها ما تريحكيش، زي ما يكون عندها حاجه كده هوت مدفونه جواها. والله لا حاجه مدفونه عليك انت برضو يا ام سوكه. انت كده لا تبقي خالتي ولا اعرفك. وحياه مقاصيصي دول لا اجيب لك قرار الموضوع والمدفون كله. ده انا ما بقاش ام سوكه يا بنت. تخرج تقعد انا ماليش فيه. انا اللي عايزه اعرفه دلوقتي ايه اللي بينك وبين ولا ابراهيم. كتفي وجعني قوي يا كوري، الواد غزال. سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا، ايه اللي بينك وبين نوال؟ نوال ايه ونيله ايه؟ نوال ايه ونيله ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا يا هيم، انا كوريا. وانا هيمه حبيبك يا كوريا. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي يخليها تيجي تعمل البوليكه دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كأن جوزها هو اللي مرمي في المستشفى، عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشروع قادر يا كريم. ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ شفتش عملت ايه؟ شفت انا لا شفت ولا حسيت يا كوريا. ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا. انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بنت يا هبله، ده شغل حريم. دي بتعمل كده عشان قرشه ملحتي. شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقطه. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر هتقرطص بس بمزاجي، هتقرطص بس مفتحالك. وخلي بالك انا كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيما. بموتها يا كبداك. الف شكر يا باشا، مع الف سلامه. اخيرا اذن النيابه طلع بمراقبه التليفونات. وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك، تحركات كل واحد فيهم مكتوبه عند حضرتك في التقرير. ابو طالب بيه بيروح يشرب يروح شقه مشبوهه يا باشا. وانا مالي بيه؟ انا عاوز بنته. اتفضلوا كملوا شغلكم.
واي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز ابقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. اموت انا واعيد السنه. فايبريشن عليا طلع فايبريشن. مزه يلا يا سندس. شفتي يا اختي البيت ماشيه ولابسه وبتترقص زي بتوع السيما بالظبط. عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقره. اقطع دراعي من هنا. المكان ورا البت دي بس انا بقى مسيري اعرفها. ايه دول يا نادر؟ موبايلات. لا يا شيخ بجد والله؟ عم بيهم ايه يعني؟ دينا اسمعيني كويس، من ساعتين بالظبط كل الناس القريبين من هايدي تليفوناتهم بقت متراقبه. لا. طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم انت تعرفي وتاخدي بالك وتفهمي كويس جدا ان كل مكالماتك متراقبه، وبالتالي مفيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون. فهمتي؟ طيب انا هعمل ايه بدول يعني؟ واحد من دول هيبقى معاكي، والتاني هيبقى معايا، والتالت هتوديه لهايدي وبنفس الطريقه اللي رحت لها بيها المره اللي فاتت. هتخرجي بالنقاب من اي حته وتروحي لها وتدي لها تليفون وتفهميها كويس جدا انها ما تتصلش باي مخلوق في مصر غير من التليفون ده، وما تتصلش باي حد غيري انا او انتي وفقط. نادر، يعني كل التليفونات متراقبه؟ يعني كلها؟ يعني انا كمان متراقبه؟ ايوه دينا، بقول لك كل مكالماتك متراقبه. لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجه على التليفون تخلي بالك. دينا فاكره المحل اللي كنا. ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور نادر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا موضوع مش اكتر. اصل في شويه تطورات في القضيه بتاعت هايدي وكان لازم اقول لدينا عليها. هو انا كل يوم اجي البيت الاقي راجل بيساب الست هايدي؟ انا مش عايز اسمع سين عن الموضوع ده. انا اسفه جدا يا نادر، بجد انا اسفه. لا خالص، انا اللي اسف لو عملت لك ازعاج. ام سوكه ما شفتيش خالتي والنبي؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ خرجوا راحوا فين؟ دي واحده ما تفهمش حاجه والتاني ما تعرفش حاجه في المنطقه ما تتخيرش عنها، يكونوا راحوا فين يعني؟ واحنا ايش عرفنا يا اختي؟ هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع ام سوكه دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، معرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجه مع جمالات دهيت، وجمالات بوزها كدهوت لا رامت لا سلام ولا كلام والله. عسل. على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا يا يا ابني المفتوحه منك دي من هنا. مش معقول يا كوريا. انتي انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره. لينا بنتي لمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. يا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده صح؟ لا طبعا. يلا يا سوق. هو راح لوحده ولا ايه؟ ولا يلا بالراحه يا سوق. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق؟ لا ده يلا يا سوق. لا مؤاخذه يا حاج، نام انت، مفيش حاجه. يلا خير. يلا سوكا. على فكره انا ما كنتش نازله اتفسح في الحاره ولا اعمل شوبينج، انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟ وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. اهو لا يا حبيبتي، انا هنا ما عنديش حره دي هناك عندكم في الكامباوند، لكن عندي انا هنا انا حره، يعني انا لا مؤاخذه. فاهمه يعني ايه؟ وما شفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا اللي يسوى اللي ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، ضربالي استريشت وبلوزه بامبا، يقول عليها مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تطولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي. بس بقى وهي بس وحياة سعد ان مسكته لو ما نزل عليكوا شبشب. استني انت يا خالتي دلوقتي والنبي. لا يا نغ، هتسمحي لي غصب عنك، هتسمحي لي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لا حد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشوله بشبشب. مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين ينقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟
بصي هقولك على حاجه، انا مستحيل اتكلم مع واحده فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابه اللي انت فرحانه بيها دي انا قاعده فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزه حوار معاكي تاني. تعالي هنا. فلوسك ايه يا ام فلوس؟ انت زهقتينا بفلوسك يا اختي، اللي كل شويه فلوسي فلوسي فلوسي. مشكرين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجه، اللي هيشيل ويحط عليك يا بعيد. ده انت داخله عليا بالمرض والخراب. بقول لك يا بت، انت مين اللي زقك عليا يا بت؟ ها انا عايزه افهم. ما انا اخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقصه هم فوق هم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فيه مكفيني وناقصه اوزع منه على الخلق كمان. دي حاجه تقرف يا شيخ. البنكر قال وفالكر. يلا يا اختي يلا، جاتكوا نيله تاخدكم. كام؟ انا مش عارف انت ساكت لنادر ده ازاي؟ ده بيتحكم فينا، ده عامل واسع العيله. بس اهدى بس، ما تبقاش عصبي كده لا يطقلك عرق. خد زيق من المياه الغازيه دي هتروق اعصابك وتهدي القول. خد زيق. مش عايز ازيق. انا ازيق ايه؟ ايه يا ابني العصبيه دي؟ ما هايدي دي بنتي انا مش بنتك انت. هو انا قلت انها مش بنتك؟ بذمتك انا قلت كده؟ ما هي العصبيه بتاعتك دي مخلياني حاسس انها انت بتخاف عليها اكتر مني. بس مش معنى ان النادر ده مطمن يبقى كلنا نطمن. انت عارف ان انا مبسوط اني مش عارف مكانها؟ ايه؟ مبسوط؟ انت عايز تفرسني؟ طبعا مبسوط، لان لو كنت عارف مكانها وحضرتك لازق لي اللزقه المنيله دي كنت انت كمان هتعرف مكانها وتودينا كلنا في داهيه. يا عمي بس انت يا عمي بتقول لي مبسوط. ازيك يا علي؟ اتفضلي. ايه ده؟ انت لسه بتساعد الست دي؟ الست دي هي وبنتها السبب في كل اللي بيجرى لنا دلوقتي يا عمي. وبعدين يا طارق الزم حدودك، ده انتصار في بيتي من قبل ما تتولد هايدي. مش عشان يعني بنتها غلطت غلطه وما احنا نلبسها ذنب بنتها، انت كمان متربي على ايديها. تزعليش منه يا دادا انتصار، معلش. انت بتكلمني انا كده عشان خاطر الست دي؟ انا اتكلمني كده يا عم عشان دي اهانه انا لا يمكن اسمح بيها. بعد اذنك يا عمي. يا ابراهيم يا دلع خليت الشارع ولع. يا ابراهيم يا دلع خليت الشارع ولع. يا سلامة يا سلامة ابراهيم السلامة. سلامة يا سلامة ابراهيم السلامة. حضرتك في موضوع. تحت امرك، اتفضلي. لا بس اصل انا
ليا طلب عندك يعني قبل ما اقول لك الموضوع. قوي قوي، اتفضلي. انا عارفه يعني ان نجوان خدت الايد اللي اتمدت لها واللي طول عمرها بتطبطب عليها، بس برضه حضرتك ما تنساش ان انت اللي مسمي نجوان وطول عمرك بتعتبرها زي بنتك. واحد مننا يعني لما بنته غلطت برضه ما بيقدرش ينسى عليها، مش كده؟ عشان كده يعني انا جايه لك عشان اطلب منك انك لما تقبضوا على سي مروان بيه ما تاذوش نجوان. الهي يسترك، ابوس ايدك. انا بنتي غلبانه، انا بنتي عيله، هو اللي ضحك عليها وغواها، صدقني. نقبض عليه ازاي يا ستي اذا كان البوليس نفسه مش عارف يوصل له؟ الورقه دي هي اللي هتوصلكوا ليه، بس زي ما وعدتني